استنى يا ابو عمو، رايح فيه؟ انا شايف التحفة اللي في يدي دي هخليك تنسخ منها 5000 قطعة. جبنا التحفة وغرزناها في الطين الصلصال، وبنخرم الاخرام اللي حوالين من التحفة دي عشان خاطر البنوز. ده اللي قدام مننا ربر، وده مصلب. كيلو الربر بياخد 100 جرام مصلب. يا ريت الناس تركز معانا، نزلت الفيديو على اليوتيوب ما جابش مشاهدات، فقلنا ننزلوه على التيك توك، وشكرا على تفاعلكم معانا وعلى كلامكم الجميل. حطينا اول طبقة، وتاني طبقة بنحطوها عشان خاطر هنحط الشاش. تمام، خليكم متابعين معايا واحدة واحدة. حطينا الشاش، وبعدين بنحط الطبقة التالتة. خلاص حطينا الطبقة التالتة. تمام، بنجيب ألياف الفايبر، وبنحط ألياف الفايبر دي عشان خاطر الجراب، وده بولستر وده سبيداج، وبنحط كابلني مع البولستر والسبيداج. وآخر حاجة بتحطها المصلب. خلي بالك بيشك بسرعة. التحفة طالما فيها عالي وواطي وفيها نازل وعالي، لازم بتتاخد الجراب بتاعها على 3 مراحل أو 3 شقات أو 3 حتت، بحيث إنه التحفة بتاعتك تطلعها سليمة وتطلعها مية مية. عملنا أول شقة، بناجي لتاني شقة بنقلب التحفة زي ما حضراتكم شايفين بعد ما نضفنا الروايش بتاعت الشقة الأولانية. تمام، جبنا الربر وجبنا المصلب، وهناخد اول شقة. بس الاول بتخلي التحفة بتاعتك بالبريل، وبتخلي الربر بتاعك بالبريل، سواء البنوز. جبنا اول شقة اول طبقة وتاني طبقة وتالت طبقة اللي هي غطينا بيها الشاش. جبنا الياف الفايبر، وجبنا البولستر، وجبنا السبيداج وقلبناه على البولستر. ده كوبالت، وده مصلب. بتقلبهم مع بعض كويس، وبتفضل واحدة واحدة بتحط طبقة واتنين وتلاتة لغاية ما الجراب بتاعك يطلع. بسم الله ما شاء الله. يعني لو عربية فاتت عليها مش هتجرى حاجة. ونصيحة مني ليك، لو هتعمل قوالب لما تكون واخد خلفية 90% على الأقل، عشان المواد غالي وكل حاجة غالي. ولو عايز توفر على نفسك المشوار ده كله، ممكن تخش تشتري القالب من خلالي أو من خلال الرسائل الصفحة اللي هتظهر لك. انا عملت التحفه دروكيتي بيها بالجبس. انت ممكن تعملها بالبولستر، ممكن تعملها بالبورسلين، ممكن تعملها بالريزن. واعمل انتاج زي ما انت عايز، واطلع وبيع زي ما انت عايز. ادي ال3 اجزاء، ادي جزئين من الجراب، والجزء الثالث اللي احنا حليناه، وادي القالب بتاعنا. زي ما قلت لحضراتكم والله القالب ده او الفيديو ده واخد فيه يوميا. فيا ريت لايك ومشاركة وكومنت حلو منك يا ابو عمو. زي ما انتم شايفين جبنا مرحلة برضو التلوين. التلوين ده برضو شيء اساسي لازم عشان تطلع الفينش بتاعك حلو. شايفين؟ احلى من الصيني بكتير. هتشجع صناعة بلدك. مش هتبطل استيراد من بره. سواء كنت بتسمعني من العراق، بتسمعني من الكويت، بتسمعني من السعودية، تحياتنا للجميع. الجزائر، لبنان، تونس، المغرب. تحياتنا لكل أشقائنا. في النهاية لايك وشير.